السلام عليكم، مع السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين. اليوم ان شاء الله حندير لكم وصفة تاع الكباب، وصفة تاع زمان. بسم الله. حطيت هنا طاجين يسخن، نضفت له مغرفة صغيرة تاع السمن، ونضيف 2 مغارف كبار تاع الزيت. هنا كل واحد حسب العائلة تاعو كيفاش يحب يدير الزيت والسمن، لكن مرقة بيضاء ديما تجيب الزيت والسمن. حطيت هنايا طرف دجاج، كل واحد حسب العائلة ديالو، يعني هذه اللي حسب العائلة تاعكم تاع الدجاج. نضفت هنا بعد ما تقلى هذاك الدجاج، نضفت شويه ولا حبه صغيره تاع البصل، تخليهم يتقلاو مليح. وحطيت حميصه وعود تاع قرفه صغير، وشويه حميصه وفلفل كحل، هذه واش يسحق مرقه بيضه. خليهم يتقلاو مليح. نروحو نضيفو شويه ملح ديما نقول لكم حسب العائله تاعكم. وبتنسوش بلي حنديرو بطه مقليه، على هذيك ما ديروش بزاف الملح. نروحو نمرقو، ديما نقول لكم ميم الماء يكون سخون الطاجين تمرقيه بالعقل باش ما يطرطقش عليكم. نمرقوه ونخليه يطيب. هنا طبقنا لاصوص، نحيت هذاك الدجاج مع الحميصه وشويه بصل والمرقه بيان سور. حطيت هنا حبه بيض، درت لها شويه معدنوس مقطع وعصا تاع القارص، نخلطهم مليح. هنا خديت حبه بطاطا كبيره، قطعتها خشينه وقليتها مع شويه ملح ونحطها في ديك لاصوص. نعاود نرجع ديك الحميصه والبصل، هنا كل واحد الطريقه ديالو، ونخلي شويه لاصوص ولا المرقه. واش ندير هنا؟ نضيف شويه مرقه في هذيك العقده ونخلطها مليح ونعقد بها. نعاود نرجع هذاك الدجاج ونخليها تعقد. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، وصفة الكباب عاصمية. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة. يعطيكم صحة اللي تبعتوني. نتلاقى ان شاء الله مع وصفات واحدة اخرين. نتمنى تجربوا الوصفات اللي راني ندير فيهم. ديما نقول لكم راني مع التقليدي. صحة فطوركم بسلامة، سلام عليكم.